واحدة من الغلطات اللي أنا فعليا ممكن أكون ضيعت فيها سنين حرفيا من حياتي هي إن أنا كنت بستنى حاجة معينة تخلص عشان أعمل الحاجة اللي أنا عايزها. أنا هستنى الامتحانات تخلص عشان أبدأ تصوير. يا ابني، ما التصوير هو اللي هياخده منك في اليوم مثلا كام، نص ساعة في اليوم، أقل كمان بكتير. يعني أنت لو فعلا عايز تصور وتبدأ تنزل، تنزيل الفيديوهات ده مش هياخد منك في الأسبوع كله على بعض ساعتين ولا ثلاثة. فاهمني؟ فحجة إن أنا عندي امتحانات دي حجة قديمة، إحنا كلنا فاهمينها، يعني مفيش حد. أنت فعلا لو عايز تعمل حاجة وقت الامتحانات هتعملها. عايز تتمرن وقت الامتحانات هتروح تتمرن. عايز تصور وقت الامتحانات هتصور. فالحجة اللي هو أنا عندي امتحانات، حجة قديمة جدا وما بتنفعش يعني معانا دلوقتي. أنت لو فعلا على الطريق الجديد اللي أنت عايز تبقى فيه، حجة أنا عندي امتحانات أنا مش هعرف أعملها دلوقتي، لازم على قد ما تقدر تحاول تقاوم الموضوع. فانا بالذات يعني بتكلم عن نفسي من تجربه شخصيه. فكره ان انا اجل حاجات عشان اعمل حاجه معينه، ضيعت فعلا وقت كبير جدا من حياتي، وفي الوقت ده مش هعرف ارجعه تاني. لان هي اهم حاجه عندك دلوقتي، انت اكتر حاجه في ايدك دلوقتي هي الوقت. الوقت لو ما استغلتوش صح، كل حاجه هتروح منك. يعني انت هتلاقي نفسك كبرت في السن بقى وكده، وانت في حاجات اصلا كنت عايز تعملها من زمان ولحد دلوقتي ما عملتهاش. وانت طبعا بتشوف الصور او الناس اللي هم مثلا في 25 26 او حتى بداية الثلاثينات وكده، بيقولوا قد ايه الفترة من 18 ل 5 او 26 بتعدي بسرعة جدا. يعني انت اصلا مش هتستوعبها. وفعلا يعني انا من تجربة شخصية، انا دلوقتي 19. السنة بتاعت 18 دي عدت بسرعة جدا يعني. عدت بسرعة بطريقة غريبة كمان، اللي هو بطريقة مش منطقية. وانا دلوقتي مش بتكلم على الكالندر افكت بقى والحاجات دي، وان ازاي السوشيال ميديا فشخت دماغنا. لان انا يعني اتكلمت في الموضوع ده في فيديو قبل كده. انا عارف ان الشورت فورم كونتنت والحاجات دي هي من الاسباب اللي فعلا خلت الناس تلاقي ان الوقت بيعدي بسرعة، بس انا ما بتكلمش عنها. لان انت طول ما انت سنك صغير انت بتحس ان الوقت بيعدي ببطء. انما لما توصل لسن معين اللي هو 18 فما فوق، انت الوقت بيعدي بسرعة جدا. لان انت اغلبية يومك انت بتعمل فيه حاجة فعلا، اللي هو يا اما انت مشغول او عندك جامعة او انت مستني تاريخ معين. فكرة انك مستني تاريخ معين دي اصلا لوحدها بتخلي الوقت بيعدي بسرعة وانت مش مستوعب. يعني انا مستني يوم 18 3 عشان عندي امتحانات فيه. فانت طول ما انت بتفكر في 18 3، 18 3 هيجي بسرعة جدا من غير ما انت تستوعب. فدي حاجة بسيطة جدا بس عايز الناس تفهمها قبل ما ابدأ الفيديو. وعايز افهمك بس ان القرارات اللي انت مش بتاخدها بسرعة دي، زي ما انا قلت، انت بتضيع وقت كتير جدا من حياتك، والوقت ده انت مش هتعرف ترجعه تاني. فانت حاول القرارات اللي عندك اللي انت مأجلها عشان حاجة معينة، حاول تنجز فيها. لان فعليا يا جماعة، فعليا انا شايف ان القرارات اللي انت مأجلها دي ملهاش اي سبب للتأجيل. طبعا في اكسبشنز لاي حاجة احنا بنتكلم فيها، بس اغلبية الحاجات اللي انا فعلا مريت بيها ما كانش في اي سبب للتأجيل. وبالنسبة بقى للكالندر افكت والكلام ده، احنا عارفين ان الناس في بداية شهر واحد اللي هو بداية اي سنة جديدة، الجيم بيبقى حرفيا مليان. اللي هو انت بتلاقي الجيم مليان مليان على اخره. وعلى شهر ثلاثة مثلا او شهر اربعة بتلاقي الناس كلهم اختفوا. لا مؤاخذة، اسف على القطعة اللي حصلت في الفيديو. المهم، بتلاقي الناس كلهم اختفوا على شهر ثلاثة أو أربعة، لأن خلاص مفيش حد عايز. يعني هما كانوا بيأجلوا بقالهم يجي 6 شهور عشان يوصلوا للسنة الجديدة عشان يبدأوا الجيم. في الآخر اللي هو خلاص كل حاجة، يعني هنكمل ليه؟ لأن أصلا ما عندهمش ديسيبلين من الأول. ده لو بدأوا. يعني فكرة إن الناس اللي بتروح الجيم في يوم واحد، في يوم واحد واحد يعني، أو بداية السنة الجديدة، ده إنجاز. يعني فعليا أنت مش متخيل قد إيه الناس اللي فعلا كانوا مخططين إن هم يروحوا الجيم ومش بيروحوا في الآخر. يعني الناس اللي راحوا دول هم ال 1% بتوع الناس اللي في الجيم يوميها. فاهمني؟ فبس كده يعني. وانا شايف ان حتى لو يومك او الفترة اللي انت بتعدي بيها فترة مش كويسة، انك توصل لمرحلة وانك تعمل الحاجة الصح فعلا ساعتها حاجة مهمة جدا. يعني انك مثلا بتعدي بيوم سيء، مثلا ما رحتش تتمرن، ما خرجتش يوميها،
عملتش كذا، ما عملتش كذا. لو وصلت لاخر اليوم يعني، وقدرت ان الحاجات اللي انت ضيعتها دي تعملها، يعني اعملها على طول. يعني انا من الناس اللي بتحب تتمرن الصبح. امبارح ما اتمرنتش الصبح، فاتني التمرين يعني. نمت متأخر يوميها، وصحيت متأخر وحكاية يعني. فعملت ايه؟ لا، ما روحتش بالليل عشان اخوف. بس انا انا كنت عايز اروح بالليل، بس حصل حوار كده ما عرفتش اروح بالليل يعني. فالعملية كلها باظت بالنسبة لي. وبالنسبة لاتخاذ القرارات، يعني في كونسبت كده انت ممكن ما تكونش سمعت بيه، اسمه البرين بوينتس. البرين بوينتس فكرتها ان انت بتصحى من النوم. عارف ال HP اللي هو او مش فاكر اسمه ايه، بتاع الالعاب، لو انت بتلعب العاب يعني اللي هي الشوتينج بقى والكلام ده، زي كول اوف ديوتي وفورتنايت والكلام ده، بيبقى الكاركتر ليه هيلث بار، ماشي. بيبقى الهيلث بار ده من 100 مثلا. انت بتصحى من النوم معاك 100 نقطة، ماشي. انت كل قرار هتاخده هينقص من البرين بوينتس بتاعتك. دي حاجة مضمونة. اللي هو انت صاحي من النوم مش مخطط لليوم، مش عامل اي خرا. صحيت، ونفترض مثلا انك هتصحى من النوم، هتختار هتاكل ايه. فكرة انك تختار هتاكل ايه وتقعد تطبخ والكلام ده كله، قول يا عم هينقص لك 20 برين بوينت. وبعدين انت هتنزل. نفترض انك هتنزل، هتختار هتلبس ايه. اختيارك اللي هتلبس ايه، وتقعد تلبس وتقلع وتقول لا ده مش حلو، انا عايز البتاع التاني، احدى في الغسيل، انا هعمل ايه، اللي هو الكلام ده كله هينقص لك 30 برين بوينت. يعني انت من اصل 100 انت باقي لك 50 بس. هتختار هتروح لمشوارك ازاي. اختيارك اللي هتروح مشوارك ازاي هينقصك 10 برين بوينت. انت فهمت الفكرة؟ يعني انت لو مش مخطط للحاجة اليوم اللي قبلها، انت البرين بوينتس بتاعتك بتتفشخ. فانت انا اقدر ابين لك الاحساس عامل ازاي. فاكر لما انت بتكون مثلا عايز تتفرج على فيديو معين لمحاضرة مثلا او اي خرا، وبعدين بتحس باحساس ان مخك مشوي، او مخك مطبوخ. اللي هو انت مخك محروق كده، اللي هو انت مش عارف تستوعب اي حاجة. دي البرين بوينتس خلصانة من الاخر. فانت كل القرارات دي بتفشخ لك البرين بوينتس بتاعتك، فانت بتوصل لاخر اليوم انت مش عارف تفكر. فاهمني؟ فيستحسن يعني الموضوع تعدله بسرعة. وعدم العادات اللي فعلا يعني أغلبية الناس الناجحين اللي أنا شفتهم بيعملوها، إن هم قبلها بيوم بيخططوا كل حاجة في اليوم. يعني هم حرفيا بيخططوا كل ساعة في اليوم هيعملوا فيها إيه. اللي هو قبلها بيوم أنا عايزك تمسك دفتر، أو حتى تسجل فويس، بس يستحسن تكتبها يعني على نوشن أو على النوتس بتاعت الموبايل، أي حاجة مش هتفرق. تكتب أنت أول ما تصحى من النوم هتعمل إيه، وبعدين الساعة اللي بعدها مثلا أنا هصحى من النوم هشتغل على حاجة معينة، هصور مثلا. وبعدين بعد ما أصور أجهز وأروح الجيم. وبعد ما أرجع من الجيم هطبخ الطبخة الفلانية وآكل. وبعدين أكلم واحد صاحبي وننزل. اللي هو فاهمني؟ أنت كل حاجة من اليوم أنت مخطط لها، عشان الموضوع بيبقى اللي هو تلقائي بالنسبة لك، لأن أنت كاتبه أساسا وأنت عارف أنت هتعمل إيه بالظبط. فيعني دي حرفيا سوبر باور يعني. الناس مش كل الناس بتعملها. يعني انت ما توقعش انك عارف حد فعلا بيعمل الحاجة دي. ناس قليلة جدا اللي بيعملوها، وبيعملوها غلط كمان. فيعني انا اتمنى بس ان انا استمر عليها، لان الموضوع فعلا مش سهل. انت بتيجي لاخر اليوم انت بتبقى ايه، انا هبقى اكتب انا هعمل ايه بكره، وهكتب انا هعمل ايه بكره وكده. وما تضحكش على نفسك، يعني ما تفكرش هتعمل ايه بكره وتنام. لا، انت لازم تكتبها، عشان انت لما تكتب الحاجة دي بتتثبت في مخك. وانت بتبقى يعني من الاخر يعني مور لايكلي انك تعمل الحاجه دي، لان انت كاتبها انت. فبيبقى في accountability في الموضوع. يعني فكره الكتابه وكده بتديك زي نوع من الاكونتبيليتي، لان انت هتقول على نفسك خول من الاخر لو انت شفت الحاجه قدامك وما عملتهاش. يعني فاهمني؟